في اللحظة اللي هناء كانت بتجرحني فيها كنت مستنية جوزي محمد اللي كان واقف وشايف وسامع كل كلمة، مستنية يدافع عني، مستنية يقول كلمة حق. تخيلوا إيه اللي حصل؟ محمد اللي كان معايا وهو بنقي المايو واللي قال لي إنه تحفة عليا، لقيته بيقول لي اللي زي بتاع أمي حشمة أكتر يا مروة. الكلمة دي كانت طعنة في قلبي، حسيت إني لوحدي، حسيت بالخذلان. محمد سندي راضى بالكلام ده عليا وبيقف مع أخته ضد مراته قدام الناس كلها. عيطت بطريقة وحشة، حسيت إن قلبي بيتقطع. خدت شنطتي وجريت على الأوضة وما بقتش أنزل البحر تاني طول المصيف اللي كان المفروض يبقى فرحة اتحول لنكد وهم. لما رجعنا البيت حاولت أتكلم مع محمد، أقوله إن أخته بتغير مني وإن قلبها كله حقد. لقيته انفعل عليا وقال لي: أختي أنا تغير منك انتي فاكرة نفسك إيه يا ماما؟ إحنا أحسن منكم. الكلام ده ملوش أي علاقة بالموقف ولا ليه أي لازمة. الموضوع اتقلب من إن هناء بتغير مني لمين أحسن من مين. طب إحنا اللي أهل جوزي تحايلوا علينا عشان ننسبهم، إيه اللي حصل؟ القصة دي حقيقية وبتتكرر كل يوم في بيوت كتير. تفتكروا هناء بتغير مني فعلاً؟ وموقف جوزي ده صح ولا غلط؟ وإيه اللي مروة المفروض تعمله؟ شاركونا آرائكم وتجاربكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تشوفوا كل القصص اللي بتوجع القلب دي.